دكتور، كل اللقاءات اللي عملتها قبل حضرتك كانوا بيأكدوا إن إحنا نعمل الفحص المبكر لسرطان الرئة لما يكون حد بيتعرض لعوامل الخطورة أو اللي بتؤدي لسرطان الرئة زي التدخين أو الأدخنة الصعبة بتاعت المصانع، زائد إن يكون في الخمسينات من عمره. ولكن قبل ما أقابل حضرتك صادف إن أنا شفت فيديو بيحكي عن شاب في العشرينات جاله سرطان الرئة. هو مدخن بس جاله سرطان الرئة وهو في العشرينات. طب إزاي؟ هو الحقيقة التوصيات بتاعة الكشف المبكر في السن الكبير والمدخنين مرتبطة بعوامل الخطورة. هو إنه نسبة الإصابة في السن الكبير للي بيدخن بقاله مدة طويلة، يعني أكتر من 20 سنة مثلا، 20 ضعف الشخص العادي. وعلشان كده مهم إنه حتى لو ما بيشتكيش من أعراض، حتى لو ما عندوش أي حاجة خالص، إنه يعمل كشف دوري مرة كل سنة بهدف إن إحنا نطمن عليه، لأنه في احتمالية عالية إن يكون عنده كانسر وهو مش عارف. حتى لو في العشرينات من عمره؟ لا، لو في العشرينات بقى أو لو في سن صغير الاحتمالية نادرة جدا. حتى لو مدخن في الحقيقة، لأنه التدخين علشان يسبب سرطان بياخد وقت، علشان محتاج سنين طويلة علشان يسبب ده، أكتر من 20 سنة في العادي. لكن في السن الصغير الاحتمالية برضو ما بتوصلش لزيرو. يعني في احتمالية إنه واحد يجيله كانسر وهو في سن صغير، لكن احتمالية نادرة. طب لو هو في احتمالية، يبقى إزاي أتعامل مع الاحتمالية دي؟ يعني ما هو وارد أبقى في العشرينات وعلشان أنا مدخن أو بتعرض لعامل خطورة يعني يجيلي سرطان. هو أحيانا بيكون في عائلات، يعني شخص عنده تاريخ مرضي في العيلة، حالات متكررة مثلا من سرطان الرئة أو من سرطانات أخرى. دلوقتي بنقدر نفحص الجينات دي ونقول مثلا إذا كان فعلا عنده احتمالية إصابة أعلى، ونبدأ الكشف المبكر عنده من سن أصغر شوية. طبعا ما بيوصلش ل20 سنة، لكن بيبقى أقل من السن اللي هو 55 سنة اللي بنبدأ فيه الفحص المبكر بشكل يعني عادي. مش أي حد في العشرينات بيتعرض لعوامل الخطورة يروح يعمل كشف مبكر، لكن لازم يكون قبلها يعني عندي معرفة أن أنا عندي استعداد وراثي بده، سواء كان بالكشف الجيني أو أن أنا ده متكرر عندي في العيلة. في الحالة دي حالة استثنائية بس اللي في العشرينات أنه هم يعملوا الكشف المبكر. الحقيقة لو في أعراض في أيا كان السن، يعني لو في أعراض من الأعراض المنذرة بسرطان الرئة أيا كان السن، العشرينات، تلاتينات، ستينات، سبعينات، لازم يتوجه فورا للطبيب ويبتدي يعمل فحوصات يعني بهدف التشخيص أو معرفة إيه سبب الأعراض دي. طيب لأي حد بقى صغير أو كبير اعتقد أو شك إن عنده أعراض لسرطان الرئة، يبدأ منين؟ يتصرف إزاي؟ اولا الاعراض اللي يعني طبعا اعراض سرطان الرئه اصلها متقاطعه مع اعراض تانية كتير من اللي بتحصل لنا، زي الكحه مثلا او البلغم او كده. يعني دي كلها اعراض ممكن تحصل لاسباب مختلفه. اغلب اللي بيحصل له الاعراض دي ما بيكونش عنده سرطان في الاصل. لكن لو مثلا الكحه دي مستمره لمده اطول من اسبوعين، اللي عاده بياخدهم دور البرد، لو كان فيها دم، لو كان في معاها نزول في الوزن مثلا، الاعراض دي بنعتبرها مهمه، وبيحتاج المريض هنا انه يكشف عند دكتور صدري. ممكن يحتاج يعمل اشعاعات مقطعيه، يحتاج يعمل عينات، حاجات اخرى. يعني مش على طول بجري على دكتور الأورام، ببدأها الأول بدكتور الأمراض الصدرية، واحدة واحدة، خطوة خطوة، وهو اللي يقول لي يا إما فألجأ لدكتور الأورام أو إن الحمد لله ما فيش. طب احنا مهم جدا في الرحلة دي يكون معاكي حد، يعني صديق أو قريب أو حد يكون ذهنه مرتب شوية، هادي، يساعد في رحلة التشخيص، في تنظيم الموضوع ده. لأنه أغلب الحالات ما بتطلعش كانسر، ونسبة منها بتطلع كانسر. وهنا بنستكمل الرحلة بتاعت فريق بقى المتعدد التخصصات اللي بيبتدي يحط خطة علاج متكاملة للشهور والسنوات اللي جاية. كل الدكاترة اللي اتكلمت معاهم قبل حضرتك في اللقاءات أكدوا على إن التدخين هو أكتر سبب يعني بيسبب سرطان الرئة. حضرتك تتفق معاهم؟ بالتأكيد التدخين هو بيسبب تلت حالات السرطان عموما، من كل الأنواع، عموماً في كل يعني أماكن في الجسم، في كل الأعمار في العالم. والتدخين بيسبب حوالي تلتين حالات سرطان الرئة. يعني لو الناس كلها بطلت تدخين، تلتين حالات سرطان الرئة مش هتنتهي من العالم. بالضبط. شكرا لحضرتك والمعلومات القيمة اللي حضرتك قلتها لنا. شكرا لك. وعايزة أقول لكل المتابعين اللي بيشوفونا دلوقتي إن كل الدكاترة اللي اتكلمت معاهم قالوا بقول واحد إن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، سواء إذا كنت أنت المدخن نفسه أو إنك بتجاور حد بيدخن، استنشاقك للتدخين بيبقى زيك زي المدخن. فأرجوكم حبوا نفسكم
وخافوا على نفسكم وخافوا على اللي حواليكم وأوقفوا التدخين حالاً.